لو ركزنا كده في الاسم هنستغرب ونقول يعني ايه قلعة الكبش؟ طب ليه اتسمت بقلعة الكبش؟ هو فين الكبش اللي جواها؟ أسئلة كتيرة هتيجي على بالك. قلعة الكبش عبارة عن منطقة عالية عن أي منطقة تانية، وده عشان مبنية فوق جبل يشكر بالقاهرة. ليها مداخل كتير عن طريق السيدة زينب والسيدة نفيسة أو عن طريق ابن طولون. كمان بتحتوي على سلمين، منها السلم الكبير والسلم الصغير. من مميزاتها إنك تقدر تشوف القاهرة كلها. مش بس كده، ده كمان ممكن تشوف المقطم وبرج القاهرة والأهرامات وغيرها من المناطق الجميلة. احنا هنا في حياة زمان هنحكي مع بعض ايه هي قصة القلعة واللي اتسمت بقلعة الكبش. معاكم محمد فرج، وانتوا دلوقتي في حياة زمان. قلعة الكبش مبنية على آثار مدينة القطائع، وهي اللي بناها السلطان أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية. موجود في القلعة مساجد أثرية، منها مسجد قايتباي واللي تم ترميمه سنة 2006، مسجد أحمد بن طولون الشهير بمئذنته، ومسجد الأمير سرغطمش الناصري، ومسجد محمد الجولي. كل ده كلام جميل، لكن برضو إيه الفكرة من اسمها وليه اتسمت بكده؟ جت تسمية قلعة الكبش بعد ما جه ليها المهندسين اللي شغالين عند صلاح الدين الأيوبي، وبعد كده حطوا فيها خروف وذبحوه، وحطوا واحد تاني في موقع القلعة الحالي، وده كان عشان يختبروا مدى نقاء الأجواء في المنطقتين، لتكون موقعا لبناء قلعة صلاح الدين. لحمة الخروف في المنطقة الأولى فسدت، أما التانية كانت تمام، وعشان كده تم اعتماد المنطقة التانية اللي موجود فيها القلعة حاليا. أما بقى عن قلعة صلاح الدين الأيوبي، فكانت القلعة فوق جبل المقطم في موضع كان يعرف بقبة الهواء، ولكن صلاح لم يتممها في حياته، وأتمها السلطان الكامل ابن العادل، فكان أول من سكنها هو الملك الكامل، واتخذها دارا للملك، واستمرت حتى عهد الخديوي إسماعيل. ودايما لأننا بنحكي عن التاريخ وبنعتمد التنويع في مصادرنا، كان لازم نشير إلى كل الأقاويل والآراء اللي اتكلمت عن القصة من كذا زاوية. أقاويل تانية كتير قالت إن قلعة الكبش أو هضبة الكبش يعود تاريخها لعهود الفراعنة، واللي شيدها تنور فرعون اللي كان يوقد عند مروره موكب الفرعون، فيذهب الناس لتحيته هناك. عند موضع التنور ده بنى جامع أحمد بن طولون، وهو الأثر الوحيد الباقي في المنطقة منذ قرون طويلة بعد أن هدم كل ما حوله. يقال والله أعلم إن هناك كرامات كانت بتظهر من فناء المسجد، هالات من نور أو هزات أرضية خفيفة بتصدر من قلب الفناء، وكل اللي عايز يصدق يصدق بسبب قدسية المكان. كتب التاريخ بتروي إن كان هناك قلعة في المسجد عليها رسوم وتماثيل فرعونية، قوامها الكبير الكبش اللي بيرمز للإله أمون. البعض بيقول إن الحاكم ابن طولون كان بيذبح كبش عندما يحل أو أينما يحل عند موضع قدمه، فتظل الذبيحة على حالها لعدة أيام ولم تتعفن، فبنى المسجد هناك. أحمد بن طولون كان زاهد ورع، وكان حاكم على حق، حفظ القرآن، وكان راجل متصوف. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على فيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك وشير لو عجبتكم الحلقة. سلام عليكم ونشوفكم على خير.